مش كان ده كلام ابائكم؟ واقسم بشويش قوي لان انا ماسك مين في ايدي؟ المسيح المذبوح. ده اهو ابائكم بيقولوا ان انا ماسك المسيح في ايدي. كان في البابا يوحنس 13 مره دخل قداس، وبعدين يا فندم لما دخل القداس ولقى الكاهن بيقسم الجسد بسرعه. لا كان بيقسم الجسد بسرعه. نهار ابيض، ايه قله الادب دي؟ ده الهك يا ولا، بالراحه عليه، ده وحيد ابوه ده. فدخل له حط ايده عليه قال له بالراحه عليه ده وحيد ابوه. ده حيلة ابوه. هو اللفظه دي على فكره ما فيهاش مشكله، يعني حيلة امه يعني وحيد امه، صح ولا انا غلطان؟ دي حقيقه مش هزار. الست بتضحك ويجي يقول لك اللاهوت الدفاعي، ده استاذ اللاهوت الدفاعي يا جماعه، متى بديع. قال له بالراحه عليه ده وحيد ابوه، على مهلك على المسيح عشان انت كده بتوجعه. يعني معقول يعني اليهود يصلبوه ويخرموه في رجله وفي ايده وفي لا مؤاخذه جنبه وانت توجعه كمان؟ احساس صعب، تتعامل كده مع المسيح؟ احساس صعب انك تقطع رجليك بضفرك. لا تعمله بايدك. ليه؟ ده الهنا، ما ينفعش تتعامل معاه بطريقه وحشيه. هبتدي اقسم التلت الاولاني اهو وهعمله على شكل صليب. اي حاجه وثنيه بيعشقوا الاصنام، اي حاجه وثنيه، اي حاجه صليب. بعد كده هقسم 3 مرات. كل شيء بالثالوث يكمل، قسمها 3 مرات وبالراحه عليه ده وحيد ابوه. طب والله انا بتكلم بجد يا جماعه، احنا ناس ظلمه وحشين. انتوا دلوقتي بتقولوا ان ده المسيح اللي في الصينيه، هل انت بتظن مجرد ظن ان ده المسيح بجد؟ يعني ده رب الكون، ده الله خالق السماء والارض قاعد في الصينيه وانت بقى رايح تاكله؟ انتوا ناس عاقله طيب.